ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا ومختلف عن مواضيع كل مرة، وهو ازاي نستعد لرمضان. بس قبل ما نبدأ اقعدي في مكان هادي ومريح واعملي حاجة بتحبي تشربيها وتعالي نسمع سوا. رمضان 30 يوم بس، وكلنا عارفين ازاي بيمر بسرعة جدا، فلو ما كناش مخططين له صح من البداية مش هنلحق نعمل اي حاجة. وبطبيعة الحال لما بيكون عندنا مناسبة او حاجة مهمة بنفضل نجهز من قبلها علشان وقت المناسبة دي نكون جاهزين. ما هو مش منطقي يكون فرحك مثلا النهاردة فتقومي تدوري على الفستان وتبدأي تجهزي نفسك وترتبي أمورك يوم الفرح. أكيد هتكوني جهزتي فستانك وحجزتي الميك اب ارتست وعملتي كل حاجة وجاهزة بس للاحتفال في اليوم ده. وكذلك رمضان مش للتهيئة. ما ينفعش تيجي أول يوم تمسكي الورقة والقلم وتبدأي تخططي وتكتبي. لازم تكوني جاهزة من قبل رمضان علشان ما يضيعش عليكي وقت. لكن لو ملحقتيش تجهزي نفسك قبل رمضان ورمضان خلاص وصل، فأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. كل يوم فيه فرصة جديدة وكل يوم فيه أمل، فاقعدي مع نفسك وجهزي كمان نفسك. بس ده في حالة إنك ملحقتيش، لكن دلوقتي الحمد لله لسه فيه فرصة. فمهم جدا إنك تبدأي وتجهزي نفسك. فأول حاجة تعمليها هي إنك تقعدي كده مع نفسك وتجيبي ورقة وقلم وتبدأي تحددي أهدافك. إيه هدفك من رمضان السنة دي؟ إيه الحاجات اللي كان نفسك تعمليها السنة اللي فاتت وما قدرتيش تعمليها وناوية تصلحيها السنة دي؟ ايه الحاجات الغلط اللي وقعتي فيها وضيعت عليكي وقت السنة اللي فاتت ومش ناوية تعمليها كمان السنة دي؟ ضروري جدا تحددي أهدافك في رمضان عشان ما تبقيش تايهة ومشتتة، وعشان كمان ما يبقاش في حاجات كتير قوي عايزة تعمليها فتوهي بينهم وما تقدريش تنجزي. وخلي بالك برضو وانتي بتحطي أهدافك ما تبالغيش علشان تقدري تعملي الحاجات اللي حددتيها. حددي مثلا هدفين أو 3 تستمري عليهم رمضان كله، زي مثلا إنك تواظبي على صلاة الضحى كل يوم، أو مثلا لو ما كنتيش بتصلي التراويح يبقى صلاة التراويح، أو إنك مثلا تصلي السنن وتواظبي عليها رمضان كله وبعد رمضان كمان. وهكذا لازم يكون عندك أهداف واضحة. وزي ما قلتلك ما تكتريش في الأهداف علشان هتكوني متحمسة في البداية وبعدين هتفقدي الشغف. وافتكري إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كلنا بيجي علينا أوقات بنحس إننا مش حاسين برمضان ولا حاسين بطعم العبادات ولا حتى عارفين ندعي بخشوع، وده بكل بساطة سببه إننا ما جهزناش نفسنا وما جهزناش قلبنا قبل رمضان. فضروري جدا إنك تجهزي قلبك، حتى لو فاضل أسبوع واحد قبل رمضان ابدأي وجهزي قلبك فيه. احنا طول السنة بنسمع موسيقى وأغاني وبنتفرج على أفلام ومسلسلات وبنتكلم ونغتاب وننم ونجيب في سيرة دي وفي سيرة دي، فطبيعي قلبك هيقسى. فقبل رمضان لازم نوقف كل ده. ابدأي بعيدي عن السوشيال ميديا تماما، لأن كده كده غصب عنك هتسمعي فيها أغاني أو حتى هتشوفي فيها مقاطع من أفلام ومسلسلات، فابعدي عنها خالص. وتاني حاجة بقى اقرأي قرآن كتير جدا على قد ما تقدري، اقرأي بتركيز وبتدبر عشان تنضفي قلبك. وحتى في الوقت اللي مش قادرة تقرأي فيه اسمعي، شغلي القرآن على طول حواليكي وابدأي اسمعي دروس عن رمضان وازاي تطلعي منه بأكتر استفادة ممكنة. كمان مهم جدا انك تحافظي على صلاتك في وقتها، ولو مش بتصلي السنن ابدأي صليها من دلوقتي وعودي نفسك كمان على ركعتين قيام الليل أو أكتر على حسب مقدرتك، بس المهم إنك تصلي. كمان من الحاجات المهمة اللي لازم تظبطيها قبل رمضان هي أذكارك. ظبطي المنبه بتاعك على وقت الأذكار عشان لو بتنسيها يبقى احنا كده ظبطنا الصلاة في وقتها وقرأنا القرآن عشان نطهر قلبنا وبنصلي السنن ومحافظين على الأذكار وكمان ركعتين قيام الليل. بس مهم جدا قبل ما تعملي كل ده هو إنك تاخدي نية الأول، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فزي ما قلتلك اكتبي نواياكي وأهدافك لشهر رمضان، وإيه الحاجات اللي انتي عايزة تحققيها السنة دي اكتبيها بوضوح وكوني صادقة فعلا فيها. وافتكري كمان قبل ما تدخلي رمضان إنك تنضفي قلبك من أي حقد وإنك تسامحي أي حد ظلمك. الدنيا قصيرة قوي ومفيش فيها وقت إن احنا نشيل في قلوبنا ونحقد ونحزن. مفيش وقت إن احنا نخلي عدم مسامحتنا للناس يضيعوا علينا أعمالنا الصالحة. مفيش حاجة تستاهل إن قلبنا يفضل مليان زعل. لما تسامحي هتحسي إنك ارتحتي وقلبك بقى جاهز إنه يستقبل الخير في الشهر ده. وزي ما قلتلك لازم يكون في رمضان عندك خطة واضحة علشان تستغلي كل دقيقة فيه. قسمي وقتك ما بين الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكمان وقت للراحة علشان تفضلي محافظة على طاقتك وعلى حماسك طول الشهر. كمان مهم جدا قبل رمضان إنك تجهزي بيتك. لما تجهزي بيتك وترتبيه قبل رمضان ده هيوفر عليكي وقت كبير جدا للعبادة. حضري الحاجات الأساسية اللي هتحتاجيها في رمضان علشان توفري وقت وما تتعبيش قوي في التجهيزات وانتي صايمة وتلاقي نفسك مجهدة ومش قادرة تصلي ولا تعملي أي حاجة في رمضان. ومن الحاجات المهمة كمان اللي لازم تاخدي بالك منها هي إنك ما تخليش رمضان مرحلة مؤقتة في حياتك. لازم تخلي رمضان نقطة انطلاق لرحلة تستمر طول حياتك.
اكتبي كمان لنفسك أهداف ما بعد رمضان، وإزاي هتكملي في الطاعات اللي بدأتيها، وإزاي هتفضلي على نفس المستوى الروحاني كمان بعد رمضان. وآخر حاجة بقى اكتبي قايمة بالدعوات اللي هتدعيها أو بالحاجات اللي نفسك فيها طول رمضان، وقسميها على الأيام بحيث إن كل يوم في رمضان يكون مخصص لدعوة معينة تفضلي تدعي بيها طول اليوم، وفي كل وقت استجابة بين الأذان والإقامة. ودايما وانتي بتدعي استخدمي أسماء الله الحسنى في دعائك، يعني مثلا لو هتدعي بالرزق يبقى استخدمي اسم ربنا الرزاق، ولو محتارة ادعي باسم ربنا الهادي، ولو في مرض ادعي باسم ربنا الشافي. وما تنسيش وانتي بتدعي دايما انك تدعي لنفسك دنيا وآخرة، ما تدعيش بس بالدنيا وتنسي الآخرة، دايما ادعي بالاتنين. وبعد ما تخلصي دعائك لنفسك خصصي كل يوم وقت تدعي فيه لأهلك وللناس وللمسلمين كلهم في كل مكان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.